بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة بعنوان موقف الدولة الأموية من المسلمين غير العرب، المسلمين العجم، المسلمين الفرس، الأتراك، الباكستانيين، المسلمين البربر، باعتبار أن الدولة الأموية دولة إسلامية كان حكامها عرب اللي هي البني أمية، وهؤلاء فرع من قريش، وقريش قبيلة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأهمية دراسة الدولة الأموية هو أنه من يريد أن يحكم دولة عليه أن يتعلم من الدولة الأموية، كما سنرى الآن جانبا من عبقرية بني أمية. والذين يسبون في بني أمية نقول لهم لما تأسسوا دولة يا جماعة بهذه المساحة تكلموا. من يسبون بني أمية نقول لهم المسلمين في الصين الآن يهانون ويذبحون، والمسلمات تغتصبن من جنود الجيش الصيني، ولا دولة إسلامية واحدة جرؤت إن هي تستدعي السفير الصيني وتحتج، مجرد الاحتجاج والشجب والإدانة. الدولة الأموية كانت بتجعل الصين تدفع الجزية، والدولة الأموية طبعا كانت بتحكم كاشغر اللي هي عاصمة تركستان الشرقية اللي هي فيها الإيغور المسلمين حاليا. فيعني أنا بقول لمن يسب ويتطاول على من بلغوا العلا، يعني لما تبلغ 10% مما بلغوه فابقى تكلم. المهم، فالدولة الأموية بعظمتها وشموخها من يريد أن يتعلم فن الحكم والإدارة يدرس تاريخ هذه الدولة. طيب من يريد أنه يتعلم كيف يشعل ثورة أو يقيم بثورة، عليه أن يتعلم إما تاريخ الرسول صلى الله عليه وسلم أو تاريخ الدعوة العباسية. الدولة العباسية ثورة قامت على أساس الهدم، ولكنها لم تستطع أن تبني هذه الدولة العباسية. الدولة الأموية لا، دي دولة قامت بالبناء ولكنها لم تهدم ما قبلها، فهي ليست ثورة. وذلك الأمويين ليس عندهم خبرة في مسألة الثورة، عندهم خبرة في مجال حكم الدولة. الرسول صلى الله عليه وسلم نموذجه، احنا بنقول بكل تجرد ليس باعتبارنا مسلمين، يعني هو نموذج قيام بثورة ونموذج إقامة دولة. ولكن هتجد الشروحات الخاصة بتجربة الرسول صلى الله عليه وسلم فقيرة للغاية، لا تعد أن تكون مواعظ وحكم، يعني ومن باب بث الإيمان في النفوس وليس من باب بناء الدولة. طيب، من الدولة الأموية هي قامت بعد مقتل سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حكمت العالم الإسلامي من 40 هجرية إلى 132 هجرية، فحكمت نحو 92 سنة. كما نشاهد أن هي وصلت حتى باريس، أقصى حد وصل له المسلمون في أوروبا من الغرب كان في عهد الدولة الأموية في معركة بلاط الشهداء، وأقصى حد وصل له المسلمون من الشرق كان في كاشغر في الصين. انظروا منذ ذلك التاريخ، احنا بنتكلم في 1400 سنة لم يستطع المسلمون أبدا في تاريخهم كله أن يتجاوزوا هذين الحدين في السيطرة والحكم. حصل دولة المرابطين اللي قامت في الجزائر والمغرب، ودي وصلت إلى الكونغو وعملت إمبراطورية، أيضا ضمت أسبانيا معها. فمن حيث الجنوب أقصى دولة إسلامية وصلت إلى الجنوب دولة المرابطين في المغرب، وفي شرق إفريقيا اللي هي دولة عمان اللي هي اللي وصلت الإمبراطورية العمانية اللي وصلت في شرق إفريقيا. وعندنا الدولة العثمانية هي أقصى دولة وصلت إلى شرق أوروبا حتى فيينا. ولدينا دولة المغول القبيلة الذهبية، دول وصلوا في داخل روسيا وصلوا إلى فين؟ إلى موسكو، وحكموا موسكو، وبعد كده تتار القرم أيضا دخلوا موسكو عدة مرات. لكن في الشرق والغرب لا أحد وصل إلى اتساع الدولة الأموية. احنا كما سنعرض الآن سيتضح أن الدولة الأموية لم تفرق بين المسلمين، لم تنظر لعرق أحد، لم تنظر للغة أحد، نظرت لكفاءة أحد، لكفاءتك. وكقاعدة يا جماعة، إذا وجدتم دولة كبيرة، إذا وجدت دولة ضخمة، أضخم دولة في العالم أو أقوى دولة في العالم من أمريكا اليوم، طالما إمبراطورية كبيرة وأنت مغمض بدون تفكير تعرف أن هذه الدولة بتعطي عنصر الكفاءة أولا. فالأمريكان والدولة الأموية من قبله، الأمريكان، العلماء الألمان، النازيين، مؤيدي هتلر،
الذين صنعوا المتفجرات والقنابل والطائرات التي قتلت الجنود الأمريكان، أمريكا أخذتهم، دول قتلة مجرمين المفروض تحاكمهم، لا، عفت عنهم، أخذتهم وأعطتهم الجنسية الأمريكية وجعلتهم في معاملها. هذه هي الدول الكبرى والدول العظمى. أي دولة كبيرة، أي دولة عظيمة، سواء أنت معها أو ضدها، طالما بلغت مساحة كبيرة فاعلم أنها جعلت عامل الكفاءة أولا، وليس عامل العنصر ولا عامل التعصب. أمريكا فعلت هذا والدولة الأموية فعلت هذا. تعالوا نرى الدولة الأموية كيف أنه الفرس والأتراك والبربر كانوا أعلى منزلة فيها من العرب أنفسهم، على عكس الشيء. احنا بنستند المرجع لنا في هذه الحلقة دراسة منشورة في مجلة لارك للفلسفة واللسانيات والعلوم الاجتماعية، اسمها الواقع التاريخي للموالي في الدولة الأموية، للدكتور رياض عبد الحسين راضي، وهو من جامعة واسط في العراق. احنا هنعرض أبرز ما جاء في هذه الدراسة. الدراسة ممتازة جدا، هتركها مسموعة في الآخر على اليوتيوب. الوقت لا يتسع أن أشرح كل ما جاء فيها، لكن النقاط الأساسية يعني، أول شيء في عهد سيدنا معاوية بن أبي سفيان اختار والي العراق من الموالي. الموالي هم غير العرب، مصطلح أطلق على المسلمين غير العرب، والموالي في اللغة تعني الحلفاء وتعني معاني أخرى. يعني ما نقول الله مولاي يعني الله ربي، فلان مولاي يعني فلان حليفي، ويعني لكن لما الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول من كنت مولاه ليس من كنت ربه. فالمهم هي كلمة مولى يعني لها معاني متعددة وردت في القرآن الكريم، ولكن بتستخدم بمعنى الحلفاء، فهي استخدمت في العهد الأموي للإشارة إلى المسلمين العجم. طيب هنأتي إلى أول نموذج. سيدنا معاوية بن أبي سفيان لما استلم الحكم أو أصبح هو الحاكم الخليفة أمير المؤمنين بعد مقتل سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، من الذي ولاه العراق؟ واحد اسمه زياد ابن أبيه. زياد ابن من؟ لا نعرف أبيه، والمسلمون لا يعرفون أبيه، فهو مجهول الأب مجهول النسب. أمه كانت جارية أمه في الجاهلية قبل الإسلام، ويعني مارس رجل ما معها الجنس وأنجب منه زياد، واختلف في من يكون أبو زياد. أمه كان اسمها مرجانة، فمعاوية وكان وزياد هذا كان في صف سيدنا علي بن أبي طالب، من قادة دولة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ولما قتل سيدنا علي مفروض بقى سيدنا معاوية يعمل ايه؟ يقول له تعالى انت كنت بتحاربنا وقتلت منا، وزياد شخص خطير. زياد في عهد سيدنا معاوية بن أبي سفيان كان الرجل الثاني في الدولة، يعني معاوية واحد زياد اتنين. لو أن معاوية بن أبي سفيان راجل عقله يعني يقوم على الثأر والانتقام والتفكير الصغير لقام بقتل زياد بن أبي. يعني سيدنا الحسن بايع معاوية بن أبي سفيان والكل بايع إلا زياد. زياد قال لن أبايع واستعصم بالجبال ومجموعة معه، وسيدنا معاوية حاصره بالجيش، يا زياد بايع. زياد يرفض المبايعة، فقالوا لسيدنا معاوية يعني من معه أنت لماذا لا تهجم على زياد؟ فقال أظن بدماء جنود أهل الشام. يعني إذا احنا نقدر نحل المشكلة مع زياد دون حرب أهلا وسهلا، إنما لو أنا زياد معه 1000 رجل وأنا دخلت بجيشي سحقته سيقتل مني 1000، يبقى أنا خسرت. فإذا كان يمكن أن أكسب المعركة بدون خسائر أهلا وسهلا، الهدف هو كسب المعركة. فالمهم هو زياد طبعا راجل عبقري وعقل كبير جدا وإداري رائع وقائد عسكري عظيم. معاوية بقى لما قال لك لا أقتله، لا، قال كيف أستفيد منه. معاوية بن أبي سفيان كان رجل يفهم نفوس الناس. شوفوا نتعلم العبقرية يا جماعة. فقال له يا زياد أنا أصالحك على عدة أمور، منها أن تكون والي العراق. انظروا، دي ولاية العراق، والي العراق بيحكم أذربيجان وبيحكم العراق الحالية ومعها الكويت وبيحكم إيران وبيحكم تركمانستان وبيحكم أفغانستان. طبعا أفغانستان في بعضها فتح بعد سيدنا معاوية يعني، وباكستان بعد سيدنا معاوية.
يعني لكن حدود الدولة في عهد سيدنا معاوية كانت هنا، كانت واقفة عند تركمانستان وأجزاء من أفغانستان. المهم الراجل ده زياد ده قال له هتكون والي العراق، يعني العراق وما بعده. فكان يعني امبراطور، ولا في رئيس دولة الآن يحكم، يعني هو كان حاكم لعدة دول كده. فكانوا يسمونه الملك غير المتوج في الدولة الأموية. فقال له يا زياد أنت ليس لك أب، فأنا أنسبك لأبيه، هنسميك يزيد بن أبي سفيان، وأقول إن أنت أبي أبو سفيان هو الذي يعني مارس في الجاهلية مع أمك اللي هي الجارية هذه، وأنت وسماه كده يزيد بن أبي سفيان. فحتى الشعراء المعارضين للدولة الأموية، ما هو بقى فيه لسه مين؟ أنصار سيدنا علي. صحيح إنه سيدنا علي قتل استشهد رحمه رضي الله عنه، سيدنا الحسين سيدنا الحسن سلم، لكن بقي الجيوب معارضة. فبدأوا يسبون ويلعنون في معاوية ويقولون، طبعا أنا أقول المهنة، كانوا يقولون نقول عف أبو سفيان، أبو سفيان راجل عفيف، ولكن معاوية يقول زنى. فيعني كانوا يستغربون. لكن إذا نظرت أنت بمقاييس اليوم، هل الناس الآن تقبل أن مدير أمن أو محافظ أو والي يكون أبوه غير معروف، أنه يكون ابن زنا؟ لا أحد. لكن طب أنت هل تقبل أنك تنسب واحد ابن جارية وغير معروف أبوه تنسبه إلى أبيك وتقول هذا أخي؟ لا. فانظر إلى سمو معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وأن هذا دل على تواضعه وعلى عدم تكبره، وأنه مصلحة الدولة أعلى شيء عنده. نحن نتحدث عن عرب عندهم الفخر، والفخر بالأنساب. يعني العربي يعرف 40 جد له، فمسألة الأنساب والعصبية عند العرب قوية جدا. ولكن نحن كما سنرى في عرض السياق عن الدولة الأموية هنجد أن الإسلام قد نزع العصبية والجاهلية، لأنه لما المسلمين يوافقون على أن يكون الرجل الثاني في الدولة ابن جارية ابن أمة وأبوه مجهول، هذا معناه أن هذا جيل عظيم كان بيحكم ناس عظماء نظروا لكفاءته ولعقله. لما الأمريكان انتخبوا أوباما الأسود رئيسا لأمريكا قالوا انظروا انتخبوا أسود رئيسا لأمريكا. يا عم ده احنا طول تاريخنا بيحكمنا عبيد، وبيحكمنا من ذوي البشرة السمراء، وبيحكمنا ادي ابن أمة واللي مجهول الأب وما كن، ده احنا سبقنا الأمريكان 1400 سنة. فزياد بن أبيه حكم كل هذه المنطقة، ولما توفي زياد بن أبيه تولى ابنه عبيد الله بن زياد ولاية العراق. وعبيد الله بن زياد هذا الذي قتل سيدنا الحسين ولي العراق فيما بعد. يعني هو زياد كان مع سيدنا علي، وابنه عبيد كان مع سيدنا علي. المهم قصتهم طويلة في التاريخ الإسلامي، وكانوا يقولون لولا نسبه لساد الناس. يعني زياد بن أبيه لولا أنه أبوه مجهول لكن حكم الناس. هذا يرينا أنه لا يوجد فكرة التعصب للقبيلة وللعرق وكذا في عهد الدولة الأموية. وهناك من يقول أنه أبيه واحد رومي، الله أعلم. يعني حتى اليوم هذه أمور غير واضحة. طيب نأتي إلى والي إفريقيا من سنة 55 هجرية في عهد سيدنا معاوية بن أبي سفيان وما بعده. والي إفريقيا من؟ واحد من الموالي، أبو المهاجر دينار. ما اسم قبيلته؟ لا توجد له اسم قبيلة، لأنه لو هو من العرب كان اللي معروف اسم قبيلته. لكن كما نشاهد أن كثير من القادة العسكريين وقادة الجيوش في عهد الدولة الأموية غير معروف اسم قبيلتهم، لأنه هؤلاء كونهم من غير العرب فأنت لا تعرف. افترض أن واحد مثلا صيني أسلم وتسمى باسم محمود الدين وأصبح قائدا للجيش، هيقولوا محمود الدين انتصر محمود. لكن هل المؤرخين المسلمين يعني يستطيعون أن هم يحفظوا اسمه بالصيني؟ لا. فأنت عندك هنا أبو المهاجر دينار دوالي إفريقيا اللي هي تونس، وهو فتح معها الجزائر. أيضا هذا لم يكن كان من الموالي ولا ينتسب لأي قبيلة عربية، فيعتبر غرب الدولة بيحكمها واحد من الموالي، وشرق الدولة اللي هي العراق كما ذكرنا بيحكمها أيضا شخص من الموالي. طيب نأتي أيضا فاتح الأندلس من؟ موسى بن نصير، كان والي إفريقيا، تونس والجزائر والمغرب وأسبانيا
والبرتغال وجنوب فرنسا. من الوالي موسى بن نصير كان قائد الجيوش، وتحت منه طارق بن زياد. وموسى بن نصير ليس له قبيلة عربية، مختلفة بقى، هو من الفرس، هو من الكذا، لكن هو طالما انه ليس من قبيلة عربية وليس له قبيلة، لو هو من قبيلة عربية كانت قبيلته فخرت به وقالت هذا ابننا، هذا الفاتح العظيم. واحنا بنشاهد القبائل العربية افتخرت بأبنائها الذين لم ينجزوا شيئا مما أنجزه موسى بن نصير. فهو لا ينتسب لأي قبيلة عربية، ورغم ذلك الدولة الأموية جعلته قائد جيوش الدولة في غرب الدولة، وفتح كل هذه البلدان. مع موسى بن نصير من؟ طارق بن زياد أيضا. وطارق بن زياد كان والي طنجة اللي هي المغرب حاليا، وبيبقى طالما والي طنجة بيبقى والي اسبانيا ايضا، اسبانيا والبرتغال اللي هي الاندلس. طارق بن زياد رحمه الله من المسلمين البربر، والذي يود ان يقول انه عربي يقول لنا اسم قبيلته. فكون نضاع اسم قبيلته معناه انه لم يكن عربيا يعني. هو طارق دخل اسبانيا وفتح الاندلس، وبعدين الاندلس كبيره، فاتجه موسى بن نصير واصبح طارق يحارب في اتجاه، وموسى بن نصير في اتجاه آخر. وبإذن الله إن شاء الله ندعو الله أن احنا يكون في وقت نتناول قصة فتح الأندلس. لدينا أيضا والي صبور. والي صبور هنا صبور في إيران حاليا يا جماعة. مين؟ واحد اسمه حمران ابن أبان، والي صبور. يقال إنه كان يهودي، وإنه جرى اعتقاله وأسره في فتوحات العراق، ولأنه كان مع الفرس وكذا. المهم هو لا ينتسب لأي قبيلة عربية على الإطلاق. وحمران هذا كان كاتب سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، وحسن إسلامه. انظر، يعني يهودي أسلم حسن إسلامه، قدموه. المهم وسيدنا معاذ بن أبي سفيان بعد ذلك عينه والي صبور، ولعب دور في التاريخ الإسلامي الوقت لا يتسع الآن له. طيب أيضا بعد ذلك والي إفريقيا من؟ واحد لا ينتسب لأي قبيلة عربية، اسمه إسماعيل بن عبيد الله ابن أبي المهاجر. أيضا والي إفريقيا تشمل تونس، الجزائر، المغرب، إسبانيا، البرتغال. الدولة الأموية كانت مقسمة لعدة ولايات أساسية. ولاية العراق، والي العراق هو والي شرق كل ما شرق العراق. والي مصر وهو والي مصر وكل ما غرب مصر. والي إفريقيا اللي هي تونس، يعني تونس والجزائر والمغرب والأندلس. وبعد ذلك بمرور الوقت هيبدأ تقسيم هذه الولايات أكثر يعني. طيب أدي أيضا والي لا ينتسب لأي قبيلة عربية. طيب والي سمرقند. سمرقند يا جماعة النهاردة اللي هي في أوزبكستان يعني، كما نشاهد باللون الأصفر. من والي سمرقند واحد ليس من القبائل العربية، اسمه سليمان ابن أبي السري، والي سمرقند لا ينتسب لأي قبيلة عربية. طيب والي إفريقيا مرة أخرى، يعني ما ولا يتعاقبون، يعني دولة ما عاش 92 سنة، كان اسمه يزيد بن مسلم. ده والي إفريقيا في عهد عبد الملك بن مروان، وده كان من الناس اللي يحبوا الحجاج بن يوسف الثقفي، وحتى كان وفيا للحجاج بعد وفاته. وطبعا عملت حلقة عن الحجاج، اكتب على اليوتيوب الحجاج بن يوسف الثقفي، صابر مشهور يعني. ظلم الحجاج أيضا، لا ينتسب لأي قبيلة عربية. أيضا والي إفريقيا، والي مصر، تولى مصر ثم إفريقيا كلها، واحد اسمه لا ينتسب لأي قبيلة عربية، ليس من قبيلة عربية، اسمه عبيد الله ابن الحبحاب. ده كان والي في عهد الخليفة الأموي رحمه الله هشام بن عبد الملك. حد يسمع عن هشام بن عبد الملك؟ الأمير المؤمنين العظيم، الرجل الصالح التقي الورع الشجاع القوي الذي دوخ الدنيا. بينما في المدارس درسوا لنا الشاعر بشار بن برد وزرياب اللي بيخبط على الموسيقى في الأندلس، يعني ماذا بقي لنا مما فعله زرياب؟ ولا حاجة. لكن الأهم هشام بن عبد الملك لا يدرس لك، ولا عبيد الله بن الحبحاب لا يدرس لك، ولا غيرهم يعني احنا مررنا عليهم. أيضا والي المدينة المنورة، تتكلم عن المدينة المنورة الأنصار يعني، وناس من قريش أيضا المهاجرين. مين يكون وليهم؟ واحد لا ينتسب لأي قبيلة عربية، اسمه طارق ابن عمرو، والي المدينة المنورة في عهد عبد الملك ابن مروان. نحن الآن نشيد بالدولة الأموية، ونشيد بعامة المسلمين الذين عاشوا في عهد الدولة الأموية، لأنه هؤلاء فعلا، ده اللي واضح،
أنهم قبلوا أن يحكمهم أناس جاءوا من المجهول بالنسبة لهم. يعني نظروا للناس ما قالوا أين نسبوا، قالوا أين كفاءتهم. وكي نفهم أنه لو المسلمين في ذلك الوقت كانوا يرفضون للدولة الأموية لم تعين هؤلاء. يعني الصورة أن الدولة الأموية كانت ديكتاتورية وهكذا، لا، الدولة الأموية كانت تعبر عن مراكز قوة موجودة في المجتمع. الخليفة الأموي كان يسكن في بيته، كان يسير بين الناس. يعني مش دي الدولة الأموية تحالف قبائل. يعني الدولة الأموية بتعتمد في جزء كبير على وجودها على الرضا. طيب أيضا والي الشاش اليوم في طاجكستان كما نشاهد. والي الشاش أيضا ليس من أي قبيلة عربية، اسمه نيزك ابن صالح، والي الشاش في عهد الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك. روسيا بتحتل طاجكستان النهارده. في حد بيفتح فمه بكلمة؟ الجماعة بس اللي بيتكلموا لسانهم طويل. سمرقند روسيا بتهددها اليوم ان هي تحتل اوزبكستان اللي هي سمرقند. يعني في حد فتح فمه بكلمة وقال يا روسيا لا تهددي دي بلدنا دي ولا اي حاجة؟ هل هذا كان يحدث في عهد الدولة الأموية؟ والله كان معاذ بن ابي سفيان ولا الوليد بن عبد الملك ولا عبد الملك بن مروان كانوا سيروا الجيش الى موسكو، قالوا له انت في ايه؟ لا تعالى هجيبك من قفاك. يعني انا لا ارى ان الناس اللي هي يعني اخرتهم حلمهم في الحياة هو لون الستارة والوردة اللي على لون الستارة في الشباك ما يتكلموا عن هذه الأمور، خلوهم في لون الستارة والأباجورة والفازة يعني. طيب بعد ذلك حتى الجيش الأموي كان من المسلمين، كان مسلمين أتراك، مسلمين بربر، مسلمين فرس، ومسلمين عرب. وقادته أيضا قادة كما شاهدنا ليسوا من قبائل عربية وفي من قبائل عربية، والولاة كذلك، والكتاب والحجاب وكبار المسؤولين في الدولة من كل المسلمين بما فيها المناصب الحساسة. تخيل إن قادة الحرس الأمير المؤمنين ده الحرس الجمهوري اللي بيحرس القصر واللي بيقف على باب غرفة الخليفة بيكون فارسي أو تركي أو من البربر. فلو أن هذه الأعراق كان لها موقف معادل للدولة الأموية لا قتلوه. وستجد أن الدولة الأموية في تاريخها كله لم يحدث أن قتل خليفة واحد غدرا من حراسه، سواء كانوا فرس أو أتراك أو بربر أو عرب. دليل أن هؤلاء الحراس كانوا يحبونه. طيب احنا عندنا يا جماعة كان عندنا قوات فارسية في الدولة الأموية. القوات الفارسية أين كانت توجد؟ مسلمين فرس. ده معاوية بن أبي سفيان وضعها في أنطاكيا، وضعها في حمص، وضعها في بعلبك، وضعها في صور، وضعها في القرك في الأردن. يعني قوات فارسية في قلب الشام العربية، في قلب الشام اللي فيها دمشق عاصمة الدولة. فهذا دليل على ثقة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه ومن جاء بعده من الخلفاء في المسلمين الفرس، وعلى حب المسلمين الفرس لهذه الدولة ولمعاوية بن أبي سفيان، لأن الناس دي في مركز الدولة. وحتى هو كاتب الدراسة الدكتور حسين يقول لم يرد على الإطلاق أي خطبة على الإطلاق أو مقولة لأي خليفة أموي ضد العجم على الإطلاق، بل ما وردنا عنهم أنه يجري التوصية بالموالي، وأنه يجب أن الإنسان يعني يحسن من استخدام الموالي، وأنه الخليفة الأموي يجب أن هو يقرب الأذكياء والناس اللي هم العباقرة من الموالي. هذه الوصايا التي وصلتنا من خلفاء الدولة الأموية. احنا بنتكلم أن هذه الدولة الأموية للأسف لم تكتب تاريخها، إما لأنه لم تكتب كتب في عهدها، أو لأن الكتب التي كتبت في عهدها لم تصلنا، إما لأنها ضاعت، أو لأن المغول لما دخلوا بغداد ودمروا مكتبة بغداد فلم يصلنا، وأيضا لأنه أعدائها اللي هم العباسيين جاءوا بعدها، فطبعا عملوا على تشويه صورتها كما نشاهد. طيب عندنا حاجة في التاريخ الإسلامي اسمها خراسان. إقليم خراسان يا جماعة بيضم شرق إيران، وبيضم غرب باكستان، وبيضم طاجكستان وأوزبكستان وأجزاء من تركمانستان. المهم ماذا هو إقليم خراسان؟ دي ولاية إسلامية اسمها خراسان في عهد الدولة الأموية وما بعد. يعني مين الجيش اللي فتح خراسان للدولة الأموية؟ جيش فارسي، كان قوات فارسية وقوات تركية.
فاحنا عندنا جيش فارسي بقيادة واحد اسمه حيان النبطي. وحيان النبطي لأنه كان من موالي الأنباط، لكن هو نفسه ليس عربيا ولا ينتسب لأي قبيلة عربية، ليس من أي قبيلة عربية. فالجيش كله اللي بيخوض الفتح الإسلامي أصلا جيش من العجم، مسلمين أسلموا أصلا من الفرس. طيب عندنا أيضا فتح الشاش. الشاش الآن اللي هي طاجيكستان تقريبا يعني، ومعها أجزاء من أوزبكستان. الجيش اللي عمل ده اللي فتح كان جيش تركي أتراك، مسلمين أتراك من سمرقند وبخارى وكش، دي كلها مناطق يسكنها مسلمين أتراك. وكان بيقودهم الوالي الأموي نصر بن سيار. نصر بن سيار رجل من الصالحين التابعين يعني، وكان والي الدولة الأموية في خراسان. كان رجل متواضع، رجل عظيم، وقتل، قتلوه غدرا العباسيين يعني. آخر والي الدولة الأموية في خراسان. فقاد المسلمين الأتراك من بخارى وسمرقند والشاش وقام بالفتح. من قائد الجيش واحد عربي نصر بن سيار. ومن قادة الجيش الفرق أتراك، لأنه كي نفهم الجيوش في ذاك الوقت قبائل، يعني قبيلة تركية طلع مع نصر بن سيار. مين قائد القبيلة التركية؟ شيخ القبيلة هو قائد القبيلة نفسها. فلنا نتصور القيادة كان فيها مسلم عربي ومسلم فارسي ومسلم تركي، وكلهم يحاربون معا. وهذا دليل على أن هؤلاء الناس المسلمين الأتراك أو المسلمين الفرس لو هم ضد الدولة الأموية كانوا طعنوها في معركة الشاش أو غيرها من المعارك، ومعناها أن الدولة بتثق فيهم، وهم أيضا يحبون الدولة ويثقون فيها. طيب نأتي أيضا لقتيبة بن مسلم الباهلي، ده قائد عربي. قتيبة بن مسلم الباهلي هو الذي فتح بلاد تركستان الإسلامية. بلاد تركستان بتشمل أوزبكستان وتاجيكستان وقرغيزيا وتركستان الشرقية. دي تركستان الشرقية هي اللي هي الصين بتحتلها الآن، فطبعا كاشغر هنا، وأجزاء من كازاخستان. تركمانستان كانت ضمن إمبراطورية فارس، يعني هم أتراك حاليا لكن في ذاك الوقت كانوا ضمن إمبراطورية فارس. تركمانستان جرى في الحقيقة في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. طيب قتيبة بن مسلم الباهلي رحمه الله هو الذي فتح هذه البلاد، وكان فتح أجزاء من الصين. كان هيفتح الصين لولا أن الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان توفى والحجاج توفى، فجرى عزله وجرى قتله للأسف. من ضمن المآسي نحن أمة تعادي عظمائها، نحن أمة تخون عظمائها، نحن أمة تسب وتلعن عظمائها. ألا ترى الشيعة يسبوا الله أبو بكر الله يلعنه وعمر الله يلعنه؟ طب أنتم فعلتم حاجة، أنتم فعلتم شيء، يعني افعلوا أي ذرة حتى من حذاء أبو بكر ولا حذاء عمر. طب قتيبة بن مسلم الباهلي الله يرحمه، هذا ماذا فعل؟ قتيبة بن مسلم قبره الآن في أوزبكستان يعني. ده فتح تركستان بجيش من الأتراك، المسلمين الأتراك. هو كان قائد جيش غالبيته من المسلمين الأتراك، وفتح هذه البلاد. فده يرينا كيف كان المسلمون في ذلك الوقت. الدولة الأموية وهي الدولة العثمانية ظلمت والدولة الأموية ظلمت، دولتين معا يعني. طيب احنا نأتي إلى حرس الخلفاء الأمويين قادة الدولة، كانوا كلهم من العجم، تخيل. فهنا حرس الخلفاء معاذ بن أبي سفيان قائد حرسه واحد اسمه أبو المختار، ليس من قبيلة عربية. ابن يزيد الخليفة الأموي يزيد بن معاوية قائد حرسه اسمه سعيد، ولا حتى نعرف الاسم الثاني. مروان بن الحكم هو بيقول لم نعثر على اسم حرسه، وفي الأغلب الأحيان يكون من الموالي أسوة ببقية الخلفاء. الخلفاء كما نشاهد الخليفة عبد الملك بن مروان قائد حرسه اسمه أبو الزعزيعة، وهو كان كاتب رسائله. طيب الوليد بن عبد الملك ده اللي في عهده المسلمين وصلوا إلى فرنسا ووصلوا إلى باريس ووصلوا إلى كاشغر في الصين حاليا. الوليد ده من أعظم عظماء التاريخ الإسلامي كله، ولا نسمع اسمه. قائد حرسه خالد بن الريان، وهذا أيضا ليس من قبائل عربية. سليمان بن عبد الملك الخليفة الأموي أيضا قائد حرسه خالد بن الريان. عمر بن عبد العزيز المشهور، ومن عجيب أن يكون عمر بن عبد العزيز مشهور أكثر من الوليد بن عبد الملك.
مأساة مأساة يعني. يقول لك عمر بن عبد العزيز، طب والوليد بن عبد الملك؟ عمر بن عبد العزيز كان أيضا قائد حرسه مولى يدعى عمرو بن المهاجر. هشام بن عبد الملك، وده هشام بن عبد الملك أعظم من عمر بن عبد العزيز أيضا، قائد حرسه مولى يدعى نصير. وبعدين قائد الحرس انتقلت إلى مولى يدعى الربيع. يعني حتى ما نعرف إلا اسم واحد، يعني قائد حرس الخليفة نعرف الاسم. الوليد بن يزيد كان قائد حرسه قطري. يزيد بن الوليد قائد حرسه يدعى سلام. مروان بن محمد قائد حرسه يدعى سقلاب. مروان بن محمد ده آخر خليفة أموي. ادي قائد الحرس بتاعه ليس عربيا اصلا. طيب كتاب الرسائل، ده رئيس الديوان اللي مطلع على كل اسرار الدوله يعني. معاويه بن ابي سفيان كان كاتبه شخص يدعى عبد الرحمن بن دارج، ليس من اي قبيله عربيه. معاويه بن يزيد كان كاتبه الريان بن مسلم، ليس من قبيله عربيه. الخليفه مروان بن الحكم كاتبه ابو الزعيزعه. وعبد الملك بن مروان كاتبه ايضا يدعى ابو الزعيزعه. يعني واضح ان هو كان قائد حرس وكان بيتنقل بين المنصبين او بيشغل اكثر من منصب. وفي اسماء كثيره، انا الوقت لا يتسع ان اعرض كل المعلومات التي وردت يعني فيه. ايضا خاتم الخليفه عبد الملك بن مروان كان اللي تولي خاتمه واحد اسمه عمرو بن الحارث، ليس من اي قبيله عربيه. الوليد بن عبد الملك خاتمه واحد اسمه شعيب العماني، ليس من اي قبيله عربيه. سليمان بن عبد الملك خاتمه واحد اسمه نعيم بن ابي سلامه، ليس من اي قبيله عربيه. هشام بن عبد الملك خاتمه مع ربيع بن شابور، واضح ان الاسم فارسي يعني. يزيد بن الوليد الخليفه الاموي خاتمه كان مع عمرو بن الحارث، وواحد اسمه بعد ذلك واحد اسمه خاتن. مروان بن محمد اخر خليفه اموي رحمه الله خاتمه كان فيه واحد اسمه ابن ميمون ابن مهران، ربما يكون من الأناضول أو ربما من الفرس. حتى الخليفة الأموي عبد الحميد الكاتب اللي هو أشهر كاتب في تاريخ الدولة الأموية وقتل مع آخر خليفة أموي كان فارسي. الوقت لا يتسع أن احنا نعرض كل شيء، لكن نقول أن الكذب على الدولة الأموية وصل إلى درجة أنه العباسيين كي يسقطوا هذه الدولة كذبوا عليها واختلقوا أكاذيب كثيرة، فحتى ادعوا أن الدولة الأموية تضطهد العرب. يعني دعاة الدعوة العباسية أو الثورة العباسية لإسقاط الدولة الأموية قالوا لابد نجعل كل المسلمين يكرهون الدولة الأموية، البيت الحاكم. فكانوا إذا ذهبوا للعجم، للمسلمين العجم، فيقولون له إنما هؤلاء عرب وأنت عجم، كما نشاهد اليوم يقول لك بربر وعرب، أتراك وأكراد. هل تغير شيء؟ في السودان يقول لك عرب وأفارقة. يعني حاجات تبعث على الأسى إن إحنا جهلة. فكان هؤلاء الذين قامت دولتهم الدولة العباسية دولة قامت على الكذب وعلى إيقاع الفتنة بين المسلمين، كانوا إذا ذهبوا للمسلمين العجم حرضوهم وذكروهم بأنهم عرق مختلف عن العرق العربي اللي هو منه الحكام. وإذا ذهبوا للمسلمين العرب حرضوهم على إنه الدولة الأموية دول الأمويين من عرب الشمال وأنتم من عرب الجنوب، ويقولون لهم انظروا الوالي بتاعكم من عرب الشمال وأنتم من عرب الجنوب. والدولة الأموية كانت بتغير الولاة، يعني أحيانا يكون الوالي من عرب الشمال ومن عرب الجنوب. إذا كان نحن شاهدنا أصلا ولاة ومسؤولين ليسوا من عرب أصلا، ناس من فرس وجيوش من الأتراك وجيوش من الفرس وهكذا. فكان يجري زرع الفتنة. حتى القبائل التي قامت عليها الدولة الأموية مثل قبيلة قيس وقبيلة كلب دي في الشام وقبيلة لخم وجزام، أيضا هؤلاء زرعوا الفتنة فيما بينها. فسقطت الدولة الأموية بسبب جيل الأحفاد في الدولة الأموية دخلوا في معارك ضد بعضهم. هم القبائل الشامية اللي هي مركز وقلب الدولة، العصبة الحاكمة. أي دولة تقوم على عصبة حاكمة، يعني أي دولة كده تلاقي فيها مصر مثلا فيها الإخوان كانوا بيحكموا، تركيا فيها العدالة والتنمية حزب أردوغان، الخلافة الراشدة بتقوم على عصبة قريش، نظرية قريش. الدولة الأموية كانت بتقوم على قبائل الشام. لما قبائل الشام تعاركت قيس وكلب، والبيت الأموي الأحفاد تعاركوا، وطبعا مع الدعوة العباسية شغالة فتنة بين عرب وعجم وبين عرب شمالية وعرب جنوبية، فهذا أدى إلى
إسقاط الدولة. لما سقطت الدولة الأموية نشاهد بعد ذلك في الدولة العباسية الخيانات والغدر والقتل والشعوبية المناداة بالأعراق في الدولة العباسية، وهذه أمور لم تعرفها الدولة الأموية. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال، وأنا أقول المعنى: خير القرون قرني، يعني أول 100 سنة. وفعلا الخلافة الراشدة والدولة الأموية هي أول 100 سنة بعد الإسلام. وطبعا تاريخ الدولة الأموية طمس للأسف الشديد، لكن بإذن الله إن شاء الله سنحييه، لأنه هذا التاريخ هو الذي يقف سدا منيعا أمام المجوس وهجماتهم. نحن نشاهد الميليشيات المجوسية اللي بتحارب في سوريا وبتحارب في العراق وتقول نحن شيعة علي. لا، لستم شيعة علي. شيعة علي ابنه الحسن وبايع معاوية بن أبي سفيان. شيعة علي زياد بن أبيه وبايع معاوية بن أبي سفيان. شيعة علي بايعوا معاوية بن أبي سفيان. موسى بن نصير كان من شيعة سيدنا علي وأصبح قائد في الجيش في الدولة الأموية وغير ذلك. هذه نخص له حلقات أخرى بإذن الله إن شاء الله. في الختام هنا هذه الدراسة مسموعة على اليوتيوب، أرجو أن تسمعوها، فيها تفاصيل أكثر بكثير مما ذكرت. هي دراسة رائعة، أرجو الاستماع إليها. وهنا فهرس بقائمة الفيديوهات، يعني هتجد هذه الحلقة مقسمة إلى جزء عن خاص زياد بن أبيه، جزء خاص بموسى بن نصير وطارق بن زياد، وهكذا، يعني أقسمها إلى أجزاء. فأرجو الاستماع إلى هذه الفيديوهات أيضا. رابط صفحتي على الفيسبوك وتويتر أسفل الفيديو. هنا قائمة الفيديوهات الوثائقية والتاريخية، أرجو أن تشاهدوها لأهميتها في مجال التاريخ، وأرجو منكم الاشتراك في قناتي بالضغط على هذا الزر. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.